يا صباحكم او مساءكم بهجة، انا بهجة واهلا بيكم في فيديو جديد. فيديو النهاردة هيكون عن مشتريات اقل من 150 جنيه. عايزه اقولكم هو منتج واحد اللي اقل من 150، باقي المنتجات اقل من 50 جنيه اصلا. عايزه اقولكم انا بحب الفيديو ده قوي، فمن غير رغي كتير يلا بينا نبدا الفيديو. اول حاجه اشتريتها وكنت محتاجه ان انا اشتريها ضروري يعني، وهو مرطب بشره من مويست وان. هو ده شكله، انا طبعا لسه ما جربتوش بس يعني هجربه واقول لكم رايي فيه. هعمل لكم ريفيو عنه بالكامل فيه كل التفاصيل. اعتقد ان شاء الله الريفيو اللي هعمله عنه ما اتعملش قبل كده، لان انا هجيب لكم خلاصته كلها من فوقها لتحتها كل حاجه عنه ان شاء الله. فاستنوا الفيديو ده هينزل لكم في سلسله هينفعنا ولا هيسيبنا. ان شاء الله هنزله بعد ما الفيديو ده ينزل، ممكن بعديها الاسبوع اللي بعديها او اللي بعديها، يعني على العموم هينزل قريب ان شاء الله. هيكون فيه عن كل حاجه. وطبعا للبشره الجافه جدا طبعا، كمان حجمه 100 جرام. اوريكم شكله من جوه، مش حابه اتكلم عنه كتير لان انا هتكلم عنه في ريفيو كامل، بس اوريكم شكله. هو ده شكله من جوه، وهو ده حجمه مش كبير، هيقعد معاكم فتره كبيره قوي، بس في نفس الوقت حجمه برده مش صغير، كويس 100 جرام حلو. فبرضو ان شاء الله هقول لكم كل التفاصيل عنه في الريفيو اللي هعمله، فاستنوه بقى ان شاء الله. اول ما الريفيو ينزل هبقى احط لكم اللينك بتاعه تحت في الديسكريبشن بوكس، وعشان تشوفوا الريفيو بتاعه يا ريت تفعلوا زر الجرس عشان اول ما انزل لكم الريفيو يوصل لكم على طول اشعار ان الفيديو نزل وتقدروا ان انتوا تشوفوه على طول. ده اول حاجه اشتريتها. ده سعره كام؟ سعره في حدود 100 ل 150 بالظبط، كام بالظبط، بس هو في الحدود دي. ما اعتقدش ان هتلاقوه اغلى من كده ولا ارخص من كده. تاني بقى حاجه جبتها اطلع لكم الشنطه اهي. كويس بقى، دول ليهم فاتوره فاقدر اقول لكم سعرهم بالظبط اللي انا جبتهم بكام. المنتجات اللي جايه هتكون برعايه كيران مور، طبعا ده مش اعلان اطلاقا، ما يعرفوش اصلا ان انا موجوده. انا قررت ان انا اجرب البراند ده واجيب من عنده منتجات اكتر، عشان لقيت ان هو اسعارهم مناسبه، جودتهم كويسه. قلت اجرب نكتشف كده من عنده ايه الحاجات اللي موجوده عنده وكده. معرفش انتوا تعرفوا ولا لا، بس انا قلت قبل كده في فيديوز فاتت ان انا شفايفي بتنشف جدا، محتاجه مرطبات قويه. دايما بقعد اجرب انواع كتير. والله هعمل لكم فيديو مجمع كل مرطبات الشفايف اللي انا جربتها، استنوا الفيديو ده. فقلت بما اني عايزه اجرب من كيران مور فانسب حاجه اجيبها دلوقتي، لان انا محتاجاها قوي، وخصوصا ان احنا داخلين على رمضان، وهي مرطبات الشفايف. انا لقيت عنده نوعين، لقيت عنده ليب بالم ولقيت عنده كمان ليب باتر. جرب الاثنين ونشوف ايه الفرق ما بينهم، وكمان هعمل لكم عنهم ريفيو اصلا، وكمان هقول لكم تجيبوا ايه، تجيبوا من الاثنين ولا تجيبوا حاجه واحده بس ولا ايه الدنيا. ما تقلقوش، دايما بهجه لديكم لا خوف عليكم. هقول لكم ان شاء الله كل حاجه بالتفاصيل الممله في فيديوهات جايه، فاستنوني على زر الجرس. اهم حاجه اوعوا تنسوا. اول حاجه بقى جبتها من كيران مور وهي الليب بالم بتاعه الشفايف، مرطب الشفايف العادي خالص، متوفر في كل البراندات. فهنشوف ايه اللي بيميز كيران مور مرطب الشفايف ده يا جماعه. اسمه اوريجينال، ملوش اي سنه. هنجربه واقول لكم رايي فيه. ده شكله لونه ازرق، انا جبت كله من غير اي لون عشان بس نقدر نحكم على الترتيب، وبعد كده ان شاء الله هبقى اجيب لكم الالوان كلها، كل حاجه موجوده هجيبها لكم ان شاء الله. اهم حاجه انتوا اشتركوا في القناه عشان يوصل لكم كل الفيديوهات اللي جايه. كيران مور ده كان سعره ب 17 جنيه، بصراحه سعره حلو. اتمنى ان دي تكون 19 جنيه بس تكون حلوه يعني. تاني حاجه جبتها من كيران مور برضو ليب باتر، اللي هي زبده الشفايف. هو ده حجمها، بصوا يا جماعه، الليب بالم دي حجمها 400 جرام، عاديه يعني، شبه تشاو شويه في الحجم يعني، عادي، وسعرها حلو قوي ان هي ب 19 جنيه يعني بالحجم ده. كمان عايزه اقول لكم ان هي المفروض طيب عميق، فلما نشوف هترطب بعمق ولا اي كلام وخلاص بيتكتب. تاني حاجه جبتها من كيران مور وهي الليب باتر، زبده الشفايف. المفروض ان دي اقوى من دي، فهل دي اقوى من دي؟ انتظروني هنعرف كلنا سوا ان شاء الله لما اعمل لكم عنها ريفيو واجربها. بصوا عشان ما اكدبش عليكم، انا جربت دي مرتين وجربت دي مره واحده، مش هقدر احكم ومش هقدر اقول لكم ريفيو مفصل عنهم، او مش هقدر اديكم هنت هم حلوين ولا لا غير لما اجربهم اكتر. اجرب دي اكتر واجرب دي اكتر، استنوا عليا اقول لكم كل حاجه، اقول لكم مقارنه ان شاء الله بينهم وبين كل مرطبات الشفايف اللي انا جربتها. استنوا بس، ده انا ههريكم فيديوهات عن مرطبات الشفايف لوحدها، بجد معاناه. يا ريت البراندات يعملوا لنا مرطبات شفايف حلوه بجد، سعرها حلو، ترطيبها حلو، ريحتها حلوه، ولونها حلو. يا سلام لما يبقوا الاربعه دول متجمعين في مرطب شفايف. بصوا خلاص انا مش عايزه اي حاجه تاني. هو ده حجمها الليب باتر يا جماعه. مش عارفه كيران مور ليه بتحب ان هي تعمل الباكجينج بتاعها كده، بيحبوا يعملوا علبه كده. بس دي بصوا انا اكتشفت حاجه في كيران مور، مش عارفه هل دي هم قاصدينها ولا ايه. في كريمات، حتى كريمات الايد، في علب بصوا بتتفتح بسهوله، وفي علب بتتفتح بصعوبه جدا زي كريم الايد اللي كنت عامله عنه ريفيو الفيديو اللي فات. فانا مش فاهمه في ايه، هل ده عيب تصنيع ولا ايه؟ لو عيب تصنيع ما هو كده وحش، بسهوله تتفتح
مش عارفه والله يا جماعه، الموضوع ده محيرني قوي ومصعبينها علينا. ما تعملوها عادي في علبه تتلف كده وتتفتح بكل سهوله. ايا كان مش موضوعنا دلوقتي، ولكن هي حجمها صغنطوطي خالص كده، حاجه صغننه بتتفتح سهله على العلبه اللي معايا. ما كانتش متغلفه بسلوفانه، ودي حاجه مش حلوه بصراحه. بحب تبقى متغلفه اكتر بحيث ان هي تبقى محميه اكتر. برضو دي اوريجينال زي دي، من غير لا طعم ولا رائحه ولا لون ولا اي حاجه، عشان نعرف ان احنا نجربها ونقيمها صح. ان شاء الله برضو هجيب لكم منها كل الالوان، مش هسيبكم، هجيب لكم كل حاجه. حجمها 20 جرام، اكبر طبعا من دي، في فرق في الحجم. دي كانت 4 جرام بس، لكن دي 20 جرام، طبعا في فرق. تتفتح كده وبتتاخد كده تيكي 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 تيكي، وتقومي حطها على شفايفك. هو ده شكلها من جوه، عامله كده زي الفازلين، نفس الشكل ونفس اللون وحتى نفس الملمس. مش جامده، تقدري تاخديها بكل سهوله، بتطلع في الايد، يعني ما تحسيش ان انت عماله تاخدي ومش بتطلع حاجه، لا بتطلع بسهوله. جرب بس كده ما تطبطبي عليها شويه، واخداها وحاطه. في بقى مشكله بصراحه فيها، وانت في مكان عايزه تحطي ليب بالم، ما انصحكيش بيها، تبقى صعب قوي ان انت تطلعيها وتفتحيها وتقومي واخده بصباعك وحاطه. وطبعا لو ايدك مثلا مش مغسوله او كده فانت هتنقلي بكتيريا شفايفك، فالنقطه دي مش حلوه بصراحه. دي اسهل طبعا في الاستخدام، اللي هو تفتحي كده تيكا تقومي حاطه على طول، خلصنا الموضوع شكرا، طبطبتي شفايفك. ولكن استخدامها عادي في البيت هيبقى سهل. ولكن هل ترتيبها حلو ولا لا، وتشتروا دي ولا دي، هبقول لكم ان شاء الله في الفيديو اللي قلت لكم عنه. دي بقى سعرها كام؟ الحلوه الاموره الجميله دي سعرها كام؟ ب50 جنيه. غاليه اهي ب50 جنيه، والمكان اللي اشتريتها منه العامل خصم بقت ب40 جنيه. انا مش عارفه سعرها كام، انا هحاول ادور لكم كده بتتباع بكام، ويب سايتس الموجوده. هحاول ان انا اسال لكم البيج نفسها بتباعها بكام، اجيب لكم هنا على الشاشه ان شاء الله سعرها وصلت له من كام لكام. ولكن لو 50 جنيه حاساها غاليه، ولكن اللي هيشفع لها ان ترتيبها يكون بيرفكت. فهنشوف ترتيبها ان شاء الله وهقول لكم عنه. اهم حاجه يا جماعه لاحظتها دلوقتي في الفيديو، معرفش انتوا لاحظتوها ولا لا، ان الثلاث منتجات اللي احنا بنتكلم عنهم النهارده كلهم باللون الازرق. لاحظتوا ولا لا؟ فحاسه الموضوع الله ماتشي قوي، مع اني مش مقصود والله العظيم ان كله يبقى ازرق كده، بس سبحان الله يعني طلعوا كلهم ازرقيكه في بعضيها. حاسه يعني الموضوع الله لطيف، الحاجه كلها زرقاء وتمام يعني. انا حاسه ان الفيديو ده غنون، بس انا رغيت فيه كتير جدا. اتمنى تكونوا بتحبوا رغي، واتمنى يكون الفيديو فاتكم. بقيت اقول الاسعار اهو، عشان في بنوته قالت لي قولي الاسعار في الفيديو، فبقيت اقولها اهو يعني في الفيديو. وده كان فيديو النهارده. لو فيديو النهارده عجبكم يا ريت متنسوش تعملوا لي اشتراك في القناه عشان نكبر عيلتنا شويه، وتفعلوا زر الجرس عشان اول ما انزل اي فيديو يقوم واصل لكم على طول. واكتبوا لي كومنت عشان بستنى الكومنتات بتاعتكم وبحبها جدا جدا جدا. وما تنسوش تعملوا لي لايك عشان ده بيرفع الفيديو اكتر، ويعرف اليوتيوب ان انتوا بتحبوا الفيديو بتاعي، فيرفعوا اكتر لناس اكتر. واهم حاجه يا ريت يا ريت يا ريت تعملوا لي شير عشان يوصل لاصحابكم، عشان يستفيدوا منه يعني، ويستفيدوا ان شاء الله من الفيديوهات الجايه. واكتبوا لي في الكومنت ايه الفيديوهات اللي انتوا حابين تشوفوها. بس مع السلامه.